هل شعرت يوما أنك لست أنت؟ أن هناك شيئا ما يسرقك في الخفاء، يطفئ نورك ببطء دون أن يراك أحد؟ هل جلست بعد لحظة ضعف تحدق في الفراغ وتتساءل: لماذا أفعل هذا؟ ولماذا لا أستطيع التوقف؟ هذا ليس مجرد فضول ولا متعة عابرة، إنه سجن لا أبواب له، لكنه يقفل عليك من الداخل، سجن اسمه إدمان الإباحية. أتعلم ما هو الخطر الحقيقي؟ ليس فقط أنك تعصي الله أو تؤذي نفسك، بل أنك تفقد شيئا أثمن من ذلك بكثير: نقاؤك، سلامك الداخلي، قدرتك على أن تحب بصدق وتعيش بوعي. كل مرة تشاهد فيها هذه الصور تظن أنها لحظة تنفيس، لكنها في الحقيقة لحظة هروب من ألم أعمق، هروب من فراغ، من وحدة، من شعور دفين بعدم الكفاية. الإباحية ليست مشكلة في الشهوة، بل في الجرح، في الحنين إلى حضن، إلى طمأنينة، إلى من يقول لك: أنت كاف، دون أن تفعل شيئا. لكن الشيطان يزين، والنفس تضعف، والعادة تصبح سلوكا، والسلوك يصبح إدمانا. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية. أتعلم ما هو العدو الأخطر؟ هو الشعور بالعار، ذلك الصوت الذي يهمس لك بعد كل سقطة: أنت ضعيف، أنت مدنس، لن تتغير أبدا. لكن الحقيقة هي أنك لست عار، بل إنسان يخطئ، ولكنه قادر أن يقوم. الإدمان ليس قدرا، بل قرار متكرر، وكل قرار تملكه، وكل نية صادقة تحيي قلبك من جديد. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله لا يقصيك حين تسقط، بل ينتظرك أن تعود، أن تطرق الباب ولو بدموع الخجل، فيفتح لك بكرمه الواسع. إدمان الإباحية يطفئ روحك، لكنه لا يقتلها. ما زالت فيك نفس تتوق للنقاء، قلب يتمنى أن يحب بصدق، عقل يعرف الطريق. وانت لا تصدق أن التوبة صعبة. الصعب هو أن تبقى في الظلام وأنت تعلم أن هناك نورا في الانتظار. التغيير يبدأ بخطوة، بخجل صادق، بندم حقيقي، ثم دعاء. نعم، الدعاء. فقل من قلبك: اللهم طهر بصري واحفظ قلبي واصرف عني الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ليست الإباحية ملاذا، بل استنزاف، وكل لحظة تقضيها في هذا الطريق تسلب منك قدرة التذوق الحقيقي للحب، للجمال، للحياة. عد إلى الله، ليس لأنك مذنب، بل لأنك مشتاق لأن ترى النور في عينيك وتنام مطمئنا دون شعور بالخزي. عد إليه وقل: يا رب، خذ بيدي، لا أريد أن أعيش عبدا لشهوتي، أريد أن أكون عبدا لك وفقط لك. تذكر، كل مرة تنتصر فيها على نفسك ولو للحظة، أنت تفتح نافذة للنور. ولا تنسى، أنت أعمق بكثير من رغبات عابرة. أنت روح تبحث عن الله، فابحث في الاتجاه الصحيح. وإن شعرت أن هذا الكلام لامس قلبك، اكتبه وشاركه، فقد تكون سببا في إنقاذ قلب آخر تائه. ما هو الدعاء الذي تردده حين تشعر بالضعف؟ اكتبه لنا في التعليقات، وكن نورا لغيرك. وإذا ضاقت بك الدنيا فلا تبحث بعيدا، فقط ارجع إلى الله وستجد كل شيء.